المفسدين الذين ينشرون هذه السموم. وأنا أيضا أقول كلمة لهؤلاء الذين يفتحون هذه المحلات والدكاكين التي أصبحت تتنوع في إغراء الشباب فيما يتعلق بمنتجات التبغ والتدخين، بمسميات وبإعلانات وبمحلات تنتشر هنا وهناك. أنا أذكرهم بالله تبارك وتعالى وأن هذا الكسب الذي تكسبونه هو كسب خبيث، وأن اللحم النابت من الكسب الخبيث إنما هو سحت يأكلونه والعياذ بالله. فكيف يرضونه لأنفسهم وكيف يطعمون أهاليهم من أزواج وذرية الخبيث من الكسب؟ فليتقوا الله تعالى في أنفسهم وليتقوا الله في هذه الأمانات التي أمرهم الله تعالى بصيانتها، وليتقوا الله عز وجل في أبناء المجتمع. وليلتمسوا سبل الكسب الحلال. أصبح الوضع اليوم يعني وضعا مؤسفا، ولا ينبغي أن يسكت عنه ولا أن يهمل ويغفل، بل الواجب كما تقدم أن نتعاون جميعا، لأن هذا من التعاون المأمور به وتعاون على البر والتقوى. فهذه كلمتي للجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التخلص من هذه الآفات. جميل جدا.